خمسة؟ ستة. حد عليه قضية ستة. ستة حد عليه. صباح الخير، عاملين ايه؟ النهارده الفلوج في مدينه جديده. زي ما قلت لكم قبل كده ان انا ناويه الف كل محافظات مصر ان شاء الله. النهارده من محافظه البحر الاحمر بالتحديدا. يعني احنا بنروح شويه اماكن هناك، ولكن تحديدا المكان اللي احنا اساسا جايين قريه القيصر. واول مره اجي هنا، والمكان هادي جدا وريلاكس ان شاء الله. يعني هتتبسطوا معايا النهارده. انا كنت عايزه اصور لكم من البيت، بس الحقيقه ما لحقتش، اصلا كنت متاخره وكده، فكنت حاسه ان انا بجري مني وكده. بس ان شاء الله هتتبسطوا، اليوم هيبقى هادي ولذيذ وهتحبوه معايا. وبس كده، شكرا. على فكرة معرفش كرتون خالص. لسه نايمين، اصبري. محلات فطار، هننزل نجيب فطار ونطلع. بس هنا الباص دقيقتين بالظبط هنقعد على كافيه على البحر، ناكل اكلنا ونشرب القهوه والحاجات بتاعتنا ونرتاح. السعودية صح؟ انت لو ماشيين كده بقيت في السعودية. كده السعودية وكده خط الصعيد. قريبة مش بعيدة على فكرة. كان التليفون بتاعي جايب ان انا في المملكة العربية السعودية. اصلا يعني السعوديه قريبه من هنا. بصي على اي خريطه جوجل هتلاقي نفس هنا البحر، بس الناحيه دي السعوديه على طول. يا جماعة معلش، واحدة صلوا على النبي. صلوا على السلام. الدنيا كده اتلخبطت خالص. وانا في دهب انا ببقى فين؟ على خليج العقبة ولا على خليج السويس؟ دهب لا طبعا العقبه. انا ببقى انا وانا في دهب ببقى. ده اللي كان من فتره قريبه عاملين عليه مشكله، المقام. غريبة أوي، كان في ترند كده من فترة بتاع احنا هناخد فكرة الأولى حاجة الكتف زي ما احنا عايزين. مغري ترانزيتك. بس من قلة النوم تحت عيني بقى شبه اسود كلنا. انت عشان حامل طبعا، فمش ما بنامش خالص. انا بقالي كذا شهر على هذا الحال، ما بنامش بالليل خالص. بتنام بالنهار. بنام بالنهار 3-4 ساعات بس هو بالليل اصلا ولا دقيقة. اوريدي النوم بالنهار ما بيعوضش نوم بالليل ما ابدا. هو انا عارفة يعني.
المية ازاي صافية وازاي روقان. عايزة اقول لكم يعني قرية القيصرية هادية ورايقة جدا بطريقة يعني كل اللي بيحب الهدوء هيحبوها. انا اول مرة اجي هنا ولكن هتنبسطوا معايا النهارده ان شاء الله لو انتوا بتحبوا الزحمة زي ازيكم عاملين ايه؟ بما اني قاعده شويه لوحدي قلت اتكلم معاكم شويه. الحقيقه انا مبسوطه جدا ان انا جيت. انا مش عارفه هل هي قريه او هل هي مدينه، بس انا لما عملت سيرش ما وصلتش لحل برضو، بس I think ان هي مدينه اسمها القيصريه في البحر الاحمر. الحقيقه ان هي المدينه هاديه جدا وما فيهاش ناس كتير، بس انا مش عارفه عشان ده احنا في الشتاء دلوقتي، يعني النهارده 29 في الشهر 29/11، فانا مش عارفه عشان ده شتاء ولا هي في الصيف بتبقى زحمه. بس هي رايقه جدا وهاديه وبسيطه جدا. حتى المباني بتاعتها تشوفوها في الفيديو، مباني كلها دورين وحاجات بسيطه وبدائيه، ودي يمكن الحاجه اللي بتميزها. يعني هي مش هي المدينه الواو، بس المكان مريح جدا. يعني مش دايما كل حاجه مبهره بتبقى مريحه. المهم ان الحاجه تكون مريحه والاماكن تكون مريحه، والحقيقه ده اللي انا شفته واللي انا مستمتعه بيه، ان المكان مريح جدا جدا فوق ما تتخيلوا وبسيط جدا، ورغم ان هو فيه امكانيات كبيره جدا مش مستغله اصلا، ويعتبر مكان سياحي، بس هو الحقيقه مش مشهور قوي. ولكن انا يعني مش معتبره المكان بسيط، انا معتبره المكان بسيط بطريقه مبهره، بسيط بطريقه مريحه فوق الخيال، والناس بسيطه جدا. حد ناقص يا جماعه معانا؟ كله تمام؟ كله تمام ان شاء الله. توكل على الله. بس طبعا مش زي القلعه في مصر كده. لا طبعا. هوي أميرة اللي بتطلع معايا دايما في الفلوجات اللي محدش بيشوفها. لا ان شاء الله هنشوفوها. هنتشاف في المستقبل يا جماعة، في أمل يعني. مشاهير. المكان كله ريلاكس بطريقة. ايوه شارع دهب. أنا نفسي أعيش في مكان كده هادي أوي، عامة ما بحبش الأماكن الزحمة يعني. مصر جميلة وفيها أماكن جميلة. احنا عمالين نلف في الشارع ونوصل للبحر، انتوا متخيلين؟ المكان صغير يعني، اللي هو مفيش مفر. انتي انزل اسند الشنطة دي على عندها عشان
ودلوقتي عشان نشرب شاي أو نشرب حاجة. منعرفش بعد كده بس مطمئنة إن مفيش أماكن أصلا. الحمد لله الحمد لله احنا بنلف ونرجع لنفس المكان. شايفين الجمال؟ ايوه احنا هنروح هناك ده. هناك ده بس معرفش هنعرف نمشي كده ولا لا. معرفش هنعرف نمشي لهناك ولا من الحتة دي هنا. بقولك احنا لو عايزين نروح من البتاع هناك ده عادي نمشي من هنا. ماشي. احنا بندور على جامع هم عاملين ايه؟ احنا بندور على مسجد عشان ندخل الحمام عشان للأسف مفيش أماكن تانية هنا ندخل فيها حمام ولا كده يعني. بس اكشلي يعني الموضوع كل ما ايه المفروض ان احنا هنمشي لغاية الجامع اللي هناك عشان ندخل الحمام نلحق الحمام بتاع العصر. نلحق الجامع بيفتح العصر يعني فنلحق ندخل قبل العصر. شايفين الجمال سبحان الله. مش عارفة ايه يسمحوا لنا ولا اكيد بس هيسمحوا لنا اصلا. احنا بنجري دلوقتي عشان نلحق الغروب. ده منتجع يعني زي فندق كده سمحولنا ان احنا نصور منه الغروب. شايفين الغروب هناك مستخبي ورا الشجر. احنا دلوقتي في المكان اسمه مندلوف يعني تبع القيصر، مدينة القيصر.
المفروض ان احنا هنصور الغروب بس ما لحقناش يعني، فخلصنا. انا خلاص تعبت خالص، فمش عارفه ان انا اقدر اصور حاجه تانية ولا لا، بس احنا خلاص خلصنا. ولو حد اصلا حابب يجي، احنا جينا مثلا من 9 بالليل، وصلنا الساعة 7 الصبح. يعني وصلت الطريق تقريبا بياخد 7 ساعات، 7 ساعات رايح و7 ساعات جاي. فاحنا هنقعد يعني قعدنا يوم واحد اللي هو النهارده بالنهار، وهنمشي مثلا بالليل على الساعة 8-9، هنوصل مثلا على 4-5 الصبح. فلحد لو حابب يجي، الناس هنا طيبة وكويسة جدا، بس محدش يجي لوحده عشان مسافة بعيدة. بس انا معرفش الحقيقة تركبوا ازاي، احنا كنا مجموعة مع بعض جايبين باص. فالناس هنا طيبة ومتعاونة جدا، ومحدش بيتعرض لأي حد خالص. والمكان فيه أماكن كويسة لو حد هيبات في منتجعات، بس أكيد دي بتبقى غالية طبعا. احنا الحقيقة مسألناش، لأن احنا جايين على أماكن محددة، والحمد لله انبسطنا واليوم كان جميل. وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وكومنت على الفيديو عشان أقدر أصور لكم حاجات تانية. ولو في حاجة تانية او اماكن تانية هنروحها ان شاء الله، هحاول ان انا اصورها لكم يعني. باي. هعمل لك كل اللي